السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة من الجيزة من العمرانية زي ما حضراتكم شايفين اهو. اللي حصل هنا ان في واحد اسمه احمد شغال في احدى الدول العربية. الراجل بيشتغل وبينزل كل سنة اجازة شهر ونص شهرين كده، يعني متعود كده كل سنة. ولكن هو بيقول ان في الكام سنة الاخيرة اما كان بينزل كان بيلاقي مراته متغيرة عليه، يعني مش زي الاول. يعني بالعربي كده مخها شارد، يعني تبقى قاعدة معاه وسرحانة ومش مركزة وتحس كده ان في حد شغلها. اللي حصل هنا ان في الاجازة الاخيرة احمد نزل ويعني قاعد في البيت، وبينزل طبعا اذا كان بالليل يخرج مع اصحابه او حاجة. وفي اليوم الموعود دوت نزل مع صاحبه، اتوعد معاه في التليفون ان هو هيقابله على كافيه في المكان الفلاني. خد بعضه ونزل وساب مراته في البيت والولاد. فلما نزل وراح لصاحبه، فصاحبه اتصل بيه قال له معلش يا احمد مش هقدر اجي عشان حصل لي ظرف كذا 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 كذا. خلاص احمد قعد شويه وخد بعضه وراح ماشي بقى، يعني هو رجع البيت هنا. هي مراته فاكره ان هو هيتاخر شويه بقى، ما هو قالك انا نازل وهسهر مع صاحبي. فاللي حصل هنا احمد رجع، ولكن يعني والدته ساكنه في نفس البيت، فلقى ولاده قاعدين عند والدته. قال طب كويس ان هي قاعده فوق لوحدها، يعني فرصه كده اقعد معاها شويه. خد بعضه وطلع فوق، طلب المفتاح في الباب، دخل الشقة بتاعته لقى أوضة النوم مقفولة على غير عادتها، هي ما بتقفلش أوضة النوم أبدا، أوضة النوم دي على طول مفتوحة. فلقى أوضة النوم مقفولة، يمسك الأكرة بتاعت الباب ويحاول يفتح الباب، الباب مقفول. يخبط محدش بيرد. قال ايه ده، ايه الحكاية دي؟ وسامع دربكة وبتاع. فهنا بقى أحمد قال لا ده في حاجة بتحصل. فهنا على طول بدون اي تفكير راح فاتح الباب وكسره. وهو بيكسر الباب وبيدخل مرة واحدة اللي كان معاها نط من الشباك من الدور التاني. تفتكروا مين اللي كان معاها؟ زي ما انا كاتب كده طبعا بره على الكفر بتاع الفيديو، اخوه. يعني الصدمة صدمتين لاحمد، مراته واخوه. تخيلوا. هنا هي لما لقيته خرج اتصلت على طول باخوه، والشقة اللي تحته قام راح طالع يقضي معاها وقت هما الاتنين. واتاري بقى هما الاتنين بقالهم الله اعلم كام سنة مع بعض. اللي حصل هنا اخوه لما نط من البلكونة او من الشباك ووقع في الارض ما ماتش، ولكن كان في حالة يعني هلع فظيع. الناس اتلمت عليه، في ايه مالك مالك. الناس اتصلت بالاجهزة الامنية ان في واحد لقيناه يعني وقع من البلكونة أو حد رماه. فطبعا بص لقينا الأجهزة الأمنية جالها تليفون تاني من أحمد نفسه بيقول بيستغيث بالشرطة إن لقى مراته في وضع زنا مع أخوه، وبيستدعيهم إن هم ييجوا بسرعة. للأسف طبعا على طول الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وبالتحقيق مع الزوجة. الكلام اللي بنسمعه بقى دايما وعلى طول إنه هو مسافر وهاجرني وإن أنا قاعدة لوحدي وفاضية الكلام ده كله اللي بنقعد نسمعه كده إيه كل مرة. اللي الزوجة اللي بتقعد تقول لك إيه أنا قاعدة لوحدي وهو مش موجود وحارمني منه وبتاع، وبينزل كل سنة شهر. وهو طبعا أخوه قال لك إيه لا ده هي ضحكت عليا وهي غوتني وهي، يعني كل واحد فيهم قال عذره. هنا ربنا سبحانه وتعالى كشف عنهم الستر هما الاتنين. الله أعلم بقالهم كام سنة مع بعض، الله أعلم بقالهم قد إيه بيخونوا. الزوج الأخ هنا بيخون أخوه. أخوك يا أخي، ده أخوك الصدم صدمة، بدل الصدمة في مراته صدم كمان في أخوه. فهنا طبعا تم القبض على الزوجة لأنه هو طبعا خلاص رفع عليه قضية زنا وعلى الأخ. لله الأمر من قبل ومن بعد. ربنا سبحانه وتعالى اداكم نصيبكم من الستر، ولما لقاكم ما فيش حد فيكم بيتوب ولا بيستحي كشف الستر عنكم مرة واحدة. حتى يتخيل ان هو كان هيرجع كده، يعني خرج وانا لا خارج وهي حاطه في بالها ان هو هيسهر، لكن مرة واحدة ما فيش تلت ساعة ولا نص ساعة كان راجع. رجع ليه؟ لان ربنا هو اللي اراد كده، اللي اراد ان هو يكشف سترهم والعياذ بالله. لما الاخ يزني بمرات اخوه للدرجة ديت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ وفيها. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.